بسم الله نبدأ وبه نتوكل وعلى الله كل التوفيق. طلابنا حبايبنا طلاب أولى إعدادي في جميع أنحاء الجمهورية، الحمد لله الدراسة بدأت يا حبايبنا، والحمد لله بدأت في المنهج، والحمد لله لازم تعمل الواجب. وبالتالي الواجب بتاعك اللي موجود في المدرسة عندك إن شاء الله هيكون عبارة عن شوية تقييمات أسبوعية، ودي بيكون عليها شوية درجات جميلة جدا. يعني أنا كواحد موجود في المدرسة ما برخمش قوي على التقييمات الأسبوعية، لكن حقيقي بجد لازم الطالب يحلها علشان دي أسئلة الامتحانات اللي جاية على طول، سواء في امتحانات الشهر أو سواء في امتحانات آخر السنة أو امتحانات نص الترم. ان شاء الله باذن الله يا شباب احنا معاكم باذن الله، كل تقييماتك هتلاقيها موجوده على القناه بتاعتنا. يا ريت ان شاء الله باذن الله تتابع الكلام ده كله علشان يكون كل جديد عندك. الدرس الاولاني طبعا خدوا بالكم، الدرس الاولاني فيه تقييم الاسبوعين، اسبوع اول واسبوع ثاني. بالنسبه للوحده الاولى الدرس الاول اللي هو تركيب الذره، التقييم الاولاني اللي هو تقييم الاسبوع الاولاني بيتكلم عن تركيب الذره، واول جزء في الدرس اللي هو عباره عن ايه؟ بيقول لحضرتك ما المقصود بكل من. طبعا السؤال بتاع ما المقصود بيبدأ ان هو يسألك التعريف بتاع الكلمة نفسها او المصطلح نفسه، عشان بيبدأ ان هو عذرا طبعا البرد الموضوع صعب، يعني تخيل انت في صيف وعندك برد الحمد لله. بيبدأ يسألك على تعريف المصطلح اللي موجود عندك علشان يبدأ يشوف هل انت متذكر المصطلح ده اللي احنا قلناه في الدرس، اللي هي الوزارة جايباه في الدرس عشان بيعبر عن حاجة معينة ولا لا. اول سؤال بيقول لك ما المقصود بكل من. اول حاجه الماده، واحنا عرفنا يعني ايه ماده لما انا جيت لك وقلت لك القلم ده ماده، التليفون ده ماده، التيشيرت ده ماده، الاضاءه دي ماده، البورد دي ماده، الكاميرا دي ماده، كل دي ماده، فاللي موجود حوالينا كلهم مواد. طب ايه هي الماده؟ كل ما له كتله ويشغل حيز من الفراغ. انا بالنسبه لي هكتب لك مفيش اي مشاكل، هنكتر في الوقت هيبقى في رخامه شويه، انما انت عارف كل ما له كتله ويشغل حيز من الفراغ. اه يا سيدي ولا تزعل نفسيتك خالص. يبقى الماده كل ما له كتله ويشغل حيز من الفراغ. حاجه كده على بعضها اسمها ايه؟ ماده، تعبر عن ماده. ماشي. الذره، يعني ايه الذره؟ خد بالك الذره احنا اتكلمنا عليها وكان الموضوع جميل جدا وبسيط لما خدناها على 3 مراحل. الناس القدام خالص او علماء الدين والفلاسفه فما كانش عندهم اعتقاد شويه عن ان في ذره وفي شكل وفي نموذج معين للذره. بدا ان في علماء معينين بيتكلموا على الموضوع ده لحد ما وصلنا ان الذره عرفنا. لو هنتكلم بقى على النموذج اللي بره خالص كده هنلاقي، خد بالك عندنا دالتون وعندنا رذرفورد مهمين جدا، لازم تكون عارف كل واحد فيهم عمل ايه. فلقينا ان في نواه وجواها بروتونات ونيوترونات، نيوترونات متعادله وبروتونات موجبه بي ودي ان، وبيدور حواليها مستويات ايه؟ طاقه. يعني لو هنقول انه اول مستوى كده، تاني مستوى كده، ثالث مستوى كده، تمام؟ لازم تكون عارف الاسماء بتاع مستويات الطاقه الرئيسيه اللي هم 7 مستويات. فهي الذره اصغر حاجه في الماده. طب هل في اصغر من الذره؟ بس بنسميها جسيمات دون ذريه، اللي هي عباره عن ايه؟ عن البروتونات والنيوترونات والالكترونات، وهنعرف الفرق بين كل واحد فيهم دلوقتي. طيب العدد الذري، خلينا نقول حاجه مهمه بس. بالنسبه لك انت كحفظ، انت بتكتب التعريف وهو يشتمل على فهمك للتعريف نفسه، مش لازم كوبي بيست من الكتاب. انت عرفت ان الذره هي اصغر تركيب او وحده التركيب بتاع اي ماده. العدد الذري، يعني عدد ذري لو احنا اتكلمنا، خد بالك لو انت فاكر ان مثلا هنفترض ان في عنصر اسمه اكس، ففي حاجه تحت كده وفي حاجه فوق. اللي تحت ده بنسميه عدد ذري، بنرمز له بالرمز زد، واللي فوق حاجه معينه بنسميها عدد كتلي بنرمز له بالرمز A. كنا بنقول ان ده هو مجموع، اللي هو الكتلي بقى، مجموع البروتونات والنيوترونات معا. فده العدد الكتلي ويقع فين؟ خد بالك الرمز اهو بتاع العنصر يعني اللي هو اكس. اللي فوق اللي فوق دي عدد كتلي، يبقى هنا اعلى يمين. طب واللي تحت رجليك اليمين اللي تحت دي يبقى اسفل، يبقى هو عدد سفلي جهه الايه برضو اليمين. اللي فوق ده بيساوي البروتونات زائد النيوترونات اللي هو الكتلي الايه، انما الزائد بيساوي عدد الايه؟ قال لك البروتونات او الالكترونات، ممكن نقول ايه، او بيساوي برضو البي اللي هو اللي تحت
العدد الايه؟ الذري. فالتعريف بتاع العدد الذري تحت هو عدد سفلي جهة اليمين بالنسبة للعنصر، ويمثل عدد الايه؟ البروتونات او عدد الالكترونات. التعريف مطلوب. حفظ الكوب بس ده مش هيبقى موجود الفترات اللي جايه، لان دلوقتي الاعتماد على الفهم، الماده نفسها انت خدت المعلومه في الشرح، محتاج ان انت تشتغل عليها في الحل كفهم مش كحفظ. لما نيجي نشوف الاسمده، خد بالك احنا خدنا سماد واحد وعرفنا ان الاسمده دي مواد معينه كيميائيه بتتحط. طب انا عرفت ازاي ان هي مواد كيميائيه؟ الرمز او السماد اللي كان موجود عندنا كان NPK، ده كان سماد، وعرفنا ان كل واحد من العناصر دي بيعمل ايه. فدي ماده معينه بتضاف للتربه الزراعيه لتحسين جوده الانتاج الزراعي. هتيجي تزرع قمح في التربه الزراعيه دي هيبقى كويس جدا بعد ما تحط له السماد. ما حطيتش السماد مش هيكون كويس او مش هيكون بنفس الجوده لو انت حطيت له سماد. فدي اسمده اللي هي مواد كيميائيه تضاف للتربه الزراعيه لتحسين جوده الانتاج الزراعي، اي زرعه بقى انت بتحطها. طيب نبدا نوصل لمرحله، يعني شوف انت حتى هو جاب لك 5 اسئله عباره عن المقصود بكل منهم. تعريفات، لم لك اول جزء كده من الدرس في التقييم الاولاني اللي هو الاسبوع الاولاني على الدرس الاولاني. لو انت دول جاوبتهم وانت عارفهم وبدات بعد كده تبص عليهم، او المدرس بتاعك في الفصل بدا يعرف ان انت خلاص الحمد لله وصلت للليفل ده وعملت الشغل الجميل ده، انت 100% هتقفل. انا بضمن لك ان انت قفلت. طيب نشوف بقى المقارنه. تلاقي طالب كده ما حلش التقييمات الاسبوعيه ودرجاته مش لذيذه خالص. هتلاقي ان الطالب ده مثلا ما مش بيذاكر، فممكن يجي له سؤال زي ده كده. السؤال ده بيجمع كميه معلومات رهيبه. اول حاجه بقول لك قارن بين البروتونات والنيوترونات والالكترونات. عارف وانت بتحل اساسا بالطريقه دي هتقول ايه؟ ان البروتونات الرمز بتاعها، يعني هو هنا هيسالك على الايه؟ على الرمز، ماشي ما سالكش على الرمز. لو سالك على الرمز انت ده البروتونات بي ونيوترونات ان والالكترونات اي. كميه معلومات عندك موجوده في الكرومبايه اللي فوق دي كده، انت بتبدا يعني على طول خلاص بقى انا ببدا بفرشها، سواء في سؤال اكمل، سواء سؤال اختر، سؤال قارن، سؤال عرف، ايا كان. من حيث نوع الشحنه ومكان التواجد فيه الذره والكتله، اهو نوع الشحنه مكان التواجد فيه الذره والكتله، هو مقسم لك الجدول الجميل ده. دايما المقارنه بتعمل جدول عشان تسهل على نفسك. هتلاقي ان البروتون نوع الشحنه بتاعته ايه؟ والنيوترون والالكترون ده متعادل، او تكتب متعادل، وده موجبه وده سالبه. الالكترونات ايه؟ الشحنه بتاعتها سالبه. مكان التواجد، البروتون داخل نواه الذره، داخل نواه الذره. الذره جواها نواه، مين اللي موجود جوه النواه؟ البروتون. ومين تاني اللي موجود جوه النواه؟ النيوترون. ده برضو ايه؟ داخل نواه الذره. طب مين اللي بيلف حول مستويات، او اللي بيلف حول النواه او داخل مستويات الطاقه او في مستويات الطاقه؟ الالكترون. رسمت لك الرسمه، ارسمها لك تاني. جيت قلت لك ان ادي النواه جواها بروتونات موجبه وجواها نيوترونات متعادله. مين اللي بيلف مستويات الطاقه؟ الالكترون. تلاقي الالكترون ده والالكترون ده عمالين يلفوا كده ايه؟ بسرعه فائقه داخل مستويات الطاقه وحول نواه الذره. انا بفهمها لك اهو، تكتبها بقى بطريقتك. هنا بيقول لك بقى بالنسبه مكان تواجد الالكترونات هتكتب في ايه؟ حول النواه. خد بالك انت هنا كتبت داخل النواه، هنا كتبت داخل النواه، انما هنا حول النواه في مستويات الطاقه. طب والكتله، اتفقنا ان ده 1 يو وده 1 يو، انما ده 1 على 1836 يو. يو دي اللي هي تعبر عن كأن بيقول لك مثلا كيلو رز. فانت الرز ده الكميه بتاعته قد ايه؟ المقدار بتاعه قد ايه؟ كيلو. هنا يو، هنا 1 يو، هنا 1 يو، انما الالكترونات قليله جدا 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 لدرجه ان هي 1 على 1836 يو. شوف السؤال اللي بعده يا صديقي. يا رب ان شاء الله نكون المعلومه واصله لنا. الموضوع ان شاء الله مش محتاج مجهود. خلي الكورس ده كده، انا مفرهد شويه بس عشان شويه البرد دول، بس ان شاء الله ربنا يشفي الناس كلها. سؤال علل، خد بالك هنا في كميه التكامل بتاع الاسئله بيكلمني على ان ما المقصود وقارن وعلل. كميه اسئله بسم الله ما شاء الله، تعمل شغل عالي جدا. خد بالك انت في نظام البكالوريا
يعني في قرارات ممتازه جدا ان خلاص بقى في نسبه معينه من الامتحان هتكون مقاليه. يعني ايه مقالي؟ يعني حضرتك دلوقتي سؤال علل زي ده كده هتكتب بايدك، انما ممكن سؤال اختياري انت هتعمل شرطه كده بس. طبعا المقاله ده ممتاز جدا اللي كان بتاع زمان طبعا بالنسبه لي وبالنسبه للناس اللي قبل مني وممكن بعد مني بدفعه او اتنين، فرق جدا 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 معاهم، سواء بقى من المستوى الكتابه او مستوى التفكير او ان انت بتعبر عن اللي جواك في السؤال بطريقه صحيحه، مش يا دوب حاجه كده بتعلم كده وخلاص. لا، ده هيدي متعه للتعليم اكتر صدقني. علل يا سيدي. نواه الذره موجبه الشحنه. بقول لك ان نواه موجبه ليه؟ نفس الرسمه اللي احنا رسمينها اهي كانت تابعه للسؤال اللي فات. النواه دي بقول لك موجبه، اشمعنى؟ انا عندي في بروتونات موجبه وعندي نيوترونات متعادله. يبقى انا عرفت ليه موجبه، لان نواه ذره العنصر تحتوي على ايه؟ على بروتونات موجبه الشحنه ونيوترونات متعادله الشحنه، فبالتالي مين اللي هيسود؟ الموجبه. الفصل بتاع حضرتك كده الكثافه بتاعته الوزير قال مش هتعدى ال 50 طالب. جميل جدا. هتلاقي ان ال 50 دول في منهم 3 بنات ولا 10 ولا 7 بنات وال 43 كلهم مثلا ولاد. هتلاقي ان ده فصل الولاد الموجود في المدرسه. اشمعنى؟ عشان الولاد اللي فيه اكتر. بحاول اقرب لك الموضوع. فهنا البروتينات موجبه، البروتونات ايه؟ موجبه، انما النيوترونات متعادله، فبالتالي بنقول ان نواه ذره العنصر او نواه الذره نفسها بنقول عليها موجبه الايه؟ الشحنه. اشمعنى يا سيدنا؟ علشان هنا البروتونات موجبه الشحنه. بقول لك تتركز كتله الذره في النواه. يا سلام، عمالين نعيد ونزيد في نفس الكلام. خد بالك، قال لك ان نفس الوضع، ادي النواه فيها بروتونات موجبه ونيوترونات متعادله، بس قال لك ان دي كتلتها واحد ودي كتلتها واحد. يعني الكتله في النواه كام؟ الكتله داخل النواه بتاع الذره 2 يو. طب حول النواه 1 على 1836. يا مستر هو بيلف الكترون واحد؟ لا يا سيدي، الكترونات كتير، هنفترض بيلف 50 الكترون. هيبقوا كام مثلا؟ قليل جدا 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 مقارنه ان داخل النواه في 2 يو. فاحنا نقول ليه بتتركز كتله النواه في كتله الذره في النواه؟ لان نواه الذره تحتوي على بروتونات موجبه ونيوترونات متعادله، كل منها كتلته 1 يو. الذره متعادله كهربيا في حالاتها العاديه. الذره دي متعادله كهربيا في الحاله العاديه خالص، هي متعادله خلاص في الحاله العاديه بتاعتها، لا فقدت ولا اكتسبت ولا اي حاجه. اشمعنى؟ لان هنا داخل نواه الذره في بروتونات موجبه وحواليها في الكترونات سالبه، انما النيوترونات اللي داخل النواه متعادله الشحنه، فادي موجبه جوه النواه وادي الكترونات ايه؟ سالبه حول النواه اللي هي الالكترونات. طبعا احنا بنتكلم على الشحنه. لما يجي لك سؤال زي ده كده عبر او اتكلم او اكتب عن الشحنه. العدد الكتلي يساوي العدد الذري في ذره الهيدروجين. لو احنا جينا دلوقتي يا شباب بصينا على ذره الهيدروجين هتلاحظ هنا بيكلمنا على العدد الكتلي والعدد الذري، يعني العدد اللي فوق والعدد اللي تحت. الاثنين دول بيساووا بعض، اللي هو الايه يساوي الزد. ليه؟ هو لما يكون ده بيساوي ده، هو العدد الكتلي اللي هو ايه بيساوي مين؟ بيساوي بي زائد ان. طب والعدد الذري اللي هو زد بيساوي مين؟ بيساوي بي. الاثنين دول بقى بيساووا بعض، فبالتالي هيكون عندنا النيوترونات بكام؟ قال لك بزيرو. فبالتالي هنقول لأن ذرة عنصر الهيدروجين لا تحتوي على نيوترونات. مفيش نيوترونات، فبالتالي الكتلي اللي هو ايه بيساوي الذري اللي هو زد. بسم الله. رقم 5. العدد الكتلي. بقول لك ليه بنقول ان العدد الكتلي ضعف العدد الذري في ذره الاكسجين. طبعا دي الاو ذره اكسجين. نرجع ونقول تاني ان انت كطالب في اولى اعدادي مطلوب منك شويه عناصر معينه تحفظهم وتحفظ الرمز الكيميائي. خد بالك انت عندك التسميه، وغير ان انت تحفظ الرمز الكيميائي لازم تكون عارف العدد الذري والعدد الكتلي.
بس ما ترخمش على نفسك قوي، يعني كل كام يوم او كل كام اسبوع احفظ شويه، ما تخليش الموضوع يسيب منك خالص عشان هتحتاجهم كده كده. احنا بنتكلم على ذره العنصر ده، انا افترض ان انت مش عارفه، مش هتحل، يعني مش عارفه مش هتحل، لا لازم تحل. انا عندي عدد الكتل كام؟ 16. ده كده 16، واللي تحت الذر كام؟ 8. انا عندي ان الكتل اللي هو ايه بيساوي B زائد N، واللي تحت اللي هو Z بيساوي B اللي هو بيساوي 8، وده كده بيساوي 16. حضرتك ملاحظ ايه؟ ان ده ضعف ده، صح كده؟ ما هو عندك البي لو حطينا 8 هنا هيتبقى كام من ال 16؟ هيبقى ان 8 برضه. فبالتالي بيقول لك ليه بقى الكتل ضعف العدد الذري؟ اشمعنى؟ قال لك ان الكتل ده بيساوي عدد البروتونات زائد النيوترونات، والعدد الذري بيساوي عدد البروتونات. طب عدد البروتونات طلع كام؟ 8. فبالتالي نقص ال 8 دي بتاعت الذري من الكتل اللي فوق ده اللي هو 16، هيبقى لنا كام؟ 8. فاصبح ضعفه بالظبط، قده مرتين. فهنا الكتل قد الذري مرتين. ليه؟ قال لك لان الكتل بيساوي بروتونات زائد النيوترونات، فبالتالي عدد النيوترونات قد عدد البروتونات في العدد الكتلي. عدد الكتل بيساوي البروتونات زائد النيوترونات. فعرفنا ان البروتونات تحت 8، فبالتالي النيوترونات كام؟ 8. فلما تجمع فوق الكتل 8 زائد 8 ب 16، فبالتالي هو ضعف العدد الذري اللي هو بيساوي عدد البروتونات تحت. ينصح بعدم الاسراف في استخدام الاسمده الزراعيه. طب نقول حاجه تاني، لو انا دلوقتي فعلل سؤال زي ده كده ورسمت الرسمه دي وعبرت على قد ما اقدر بكلام انا فاهمه، هيحسبها لك صح، مش هقول لك لا. المدرسين لا تتعنت ولا ومش بتستقصد حد ان لازم تكتب له الاجابه النموذجيه 100%، لان المدرس فاهم فخلاص بيدي لك الاجابه بناء على مدى فهمك للمعلومه وكتبتها على قد ما تقدر انها صح. بيقول لك ينصح بعدم الاسراف في استخدام الاسمده الزراعيه. احنا اتكلمنا على الموضوع ده وقلنا طبعا اي حاجه بتزيد عن الحد بتتقلب للضد، هتفضل تزود مواد كيميائيه داخل التربه الزراعيه، هيجيب نتيجه عكسيه، فهتبدا تعمل لي هنا مشاكل للمحاصيل الزراعيه. فطبعا انت هتعمل تسمم للتربه وتعمل مشاكل ثانيه. رمز الصوديوم Na وليس S، اشمعنى؟ لان احنا هنا بنتكلم على ان التسميه بيكون الانجليزيه وايه تاني؟ واللاتينيه. لو الاثنين متفقين مع بعض مفيش مشاكل، انا اخترت الانجليزيه اخترت اللاتينيه، الاثنين كده كانوا متشابهين. طيب لو الاثنين مختلفين هبدا ان انا الجا للاتينيه. فهنا اللاتينيه بالنسبه للصوديوم اللي هو الاسم بتاعها، فبدات اكتب اول حرف كابيتال وثاني حرف سمول اللي هو Na. لكن بالنسبه للصوديوم في الانجليزيه اس، فانا مش هختار اس. لما يكون في اختلاف بين اللغتين بين اللاتينيه والانجليزيه بلجا للاتينيه، انحيازي للاتينيه. العدد الكتلي اكبر من العدد الذري، اشمعنى؟ لان العدد الكتلي بيساوي عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات، انما العدد الذري بيساوي البروتونات فقط. يا رب يكون الموضوع بسيط، فعلل الموضوع مش صعب، بس محتاج ان انت تكون فاهم المعلومه. اسئله علل بتكون رخمه شويه بالنسبه للناس، يعني كتير من الطلبه تقول لي يا مستر انا بحس ان انا مش هعرف اجاوبه، لكن انت لو عرفت المعلومه وفهمتها هتعرف تجاوب ان شاء الله. السؤال الرابع بيقول لك اكتب رموز العناصر الاتيه. الرمز بتاع العنصر هو محتاجه. جايب لي اسماء كم عنصر؟ 10، وهو عايز الرمز الكيميائي بتاعهم. اول عنصر عندي بيقول لي الخرسين. طب ممكن يعكس لي يا مستر يقول لي مثلا الزد ده عباره عن ايه؟ هتقول له الخرسين. فهو ممكن يسالك في ده او ده، يجيب لك السؤال بالطريقه دي كده او يعكسه لك. ايه اللي هيحصل يا سيدنا؟ بالنسبه لي دلوقتي الخرسين اللي هو اسمه زد ان، ماشي. طيب رقم 2 البوتاسيوم كي. موضوع سهل، انت حفظت بقى الحاجات دي، مش محتاجه حاجه، انت خلاص محتاج ان انت تحفظها. العنصر معين ليه رمز فلازم تكون حافظه، ويا سلام لو انت حافظ العدد الذري والعدد الكتلي بتاعه. طب والسيليكون اس اي. طب والفضه اي جي. طيب والفوسفور بي. والزئبق اتش جي. خد بالكم الحاجات دي كلها هتحتاجها موجوده كلها معاك في سواء سنه اولى او سنه ثانيه او سنه ثالثه، وبعد كده ان شاء الله في البكالوريا. الذهب AU، النحاس CU، الرصاص BB، الكروم CR. امتياز يعني شويه عناصر انت بتتكلم معاك درجه، يعني الموضوع مش مستاهل، احفظها يا سيدي سهله. اقعد مع نفسك كده، الخرسين ZN
النحاس سي اللي مش عارف ايه اسمه ايه. هنا يا شباب لما نتكلم على السؤال بتاع اكتب او اكتب او اكتب ايا كان، المهم ان انت هتكتب عالم اسمه. هو هنا بيقول لك حاجه معينه، هو هنا مثلا بيقول لك وحده تركيب او بناء الماده، فانت هتكتب له على طول ايه؟ الذره. الموضوع سهل وبسيط. ممكن بقى انت هتتكلم على ده شويه علماء او جهود علماء معينين تكون مجمعهم في ورقه عندك في البيت على المكتب بتاعك، وحاططهم كده قدامك على الحيطه عشان تبقى عارف العالم ده عمل ايه والعالم ده عمل ايه. عذرا تاني عشان البرد، زكام زكام زكام. اول سؤال بيقول لك عالم نيوزيلندي حصل على جائزه نوبل في الكيمياء. مين ده؟ خد بالك ده كان رذرفورد. خد بالك احنا اتكلمنا على 2 علماء، رذرفورد ودالتون، والاثنين دول في واحد عمل النموذج وفي واحد عمل نظريه علميه عن الذره. عالم وضع اول نظريه علميه عن الذره، اتكلم لك عن الذره. طبعا هنا لو هنكتب يا سيدي ادي رذرفورد، عالم وضع اول نظريه علميه عن الذره، اتكلم عن كلمه الذره وان في كل ماده ليها حاجه صغيره خالص جوه اسمها الذره. ده دالتون. وحده بناء وتركيب الماده، بنتكلم هنا على وحده بناء وتركيب الماده وهي الذره. عرفت ان اي ماده ليها او بداخلها جزيئات وكل جزيء مكون من ذرات. كل ما له كتله ويشغل حيز من الفراغ الماده. الكلام ده لما اتكلمنا عليه فوق خالص اللي هو او في اول الفيديو اللي هو ما المقصود. جسيمات موجبه الشحنه توجد داخل النواه، لما اتكلمنا ان داخل النواه موجود في جسيمات دون ذريه، في 2، في بروتونات وفي نيوترونات. النيوترونات متعادله الشحنه. طب مين اللي موجب الشحنه؟ البروتونات. الجسيمات يمكن اهمال كتلتها ولا يمكن اهمال شحنتها. خد بالك الجسيمات، احنا هنخش على التقييم الثاني بتاع الاسبوع الثاني، هتلاقيه موجود عندك، المدرس هيطلبه منك في الاسبوع الثاني، فلازم تكون جاهز وكاتبه وحله ومذاكر طبعا. الجسيمات يمكن اهمال كتلتها، من اللي كتلتها قليله جدا وهي الالكترونات، ولا يمكن اهمال الشحنه بتاعتها لان الشحنه بتاعتها مهمه جدا وهي سالبه. داخل النواه في بروتونات موجبه الشحنه وبيلف او بيدور حوالين النواه مستويات طاقه. من اللي موجود في مستويات الطاقه؟ من اللي بيمشي بسرعه فائقه داخل مستويات الطاقه؟ وهي الالكترونات وسالبه الشحنه. الجسيمات يمكن اهمال شحنتها ولا يمكن اهمال كتلتها. ايه هي الجسيمات اللي شحنتها ما تفرقش معانا؟ اللي هي النيوترونات. اشمعنى؟ لان هي متعادله. فانت تتخيل في السؤال زي ده كده انت جبت سؤالين مع بعض وهو علل وجاوبت السؤال ده بتاع المصطلح العلمي او اكتب ما تعبر عنه. مركبات تستخدم في تحسين الانتاج الزراعي وهي الاسمده. والسماد اللي انت خدته عندك هو مثال واحد وهو الان بي كي. طيب انا عندي 3 عناصر في العنصر ان بي كي، النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. عنصر يلزم لاخضرار اوراق النبات عشان يخلي الورق اخضر كده وورور ومروق ومصحصح وفايق ويعمل عمليه بناء ضوئي رهيبه جدا بسبب وجود الكلوروفيل فيه، وهو مين؟ النيتروجين. طب عنصر يلزم لتقويه جذور النباتات، الجذور بتاعته تكون قويه جدا ويبدا ان هو يمتص الماء ويبدا ان هو يثبت الماء بطريقه كويسه جدا داخل التربه. ما هي الجذور دي ليها فوائد كتير. اول حاجه عشان تبدا تمتص الماء والعناصر المعدنيه داخل التربه وتثبيت النبات. عود الذره مش زي الشجره او النخله اللي بقى لها سنين وشوف عاليه قد ايه. مين بقى اللي مهم جدا عشان يقوي الجذور بتاع النبات؟ الفوسفور. عنصر يلزم للنمو الصحي بتاع النبات كله، بقى النبات نمو صحي ليه فايق كده ورايق لنفسه، وهو عنصر البوتاسيوم. ندخل على التقييم الثاني للاسبوع، بس هتلاقيه في فيديو تاني. ركز معايا. تقييم الاسبوع الاول، تقييم الاسبوع الثاني بناء على الدرس الاولاني بس. اشوفك يا صديقي في تقييم الاسبوع الثاني على الدرس الاول، الوحده الاولى علوم اولى اعدادي.